السلة الغذائية بين الفساد وارتفاع الأسعار. بدلا من أن تكون طوق النجاة للفقراء، تحولت السلة الغذائية إلى ملف شائك تسيطر عليه جهات مستفيدة وفق ما يراه المواطنون. فبين توزيع غير عادل وتأخير غير مبرر، تبقى الأسعار في تصاعد مستمر، بينما المستحقون الحقيقيون يعانون دون حلول حقيقية. رغم الترويج الحكومي، يؤكد المواطنون أن السلة الغذائية لم تخفف عنهم شيئا، بل باتت إجراء شكليا وسط موجة غلاء لا تتوقف. المواد التي توفرها غير كافية، والأسواق لا تزال تسجل ارتفاعا في الأسعار، مما يزيد من معاناة العائلات العراقية. في ظل هذا المشهد، تتعالى الأصوات لمطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح ملف السلة الغذائية والكشف عن الجهات التي استغلت المشروع لصالحها. وبين انتظار الحلول وتكرار الوعود، يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في معركة الفساد وارتفاع الأسعار.